بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. قولوا لخائفي القلوب تشددوا، لا تخافوا، هو ذا إلهكم. سفر يشوع عدد 35:4. رسالة النهاردة من القديس العظيم أبو فام الجندي. في يوم عيده بعت لك رسالة بيطمنك وبيقولك اطمن، إلهك المحب للبشر الحنون مش هيسيبك، هيفاجئك بخبر عظيم، خبر ما كنتش تتوقع انك تسمعه. هيطمنك ما تخافش، بس انت سيبله كل مخاوفك وقلقك، اترك كل حياتك في ايدين الهك، اترك مستقبلك لمن يعلمه، اترك كل الايام اللي جاية لإلهك العظيم القادر على كل شيء واللي كل حاجة خاضعة ليه. إلهك اللي ضامن ليك كل اشتياقات قلبك، ضامن ليك الخير في بكرة، ضامن ليك الفرح والراحة، ضامن ليك أيام كتيرة مليانة سلام وهدوء وطمأنينة وراحة بال. اطمن، بطل تفكير، بطل قلق وحيرة وشيل هم، لأن ربك قادر جدا ومفيش حاجة عنده اسمها مستحيل ولا صعبة ولا حتى ميؤوس منها. كل شيء معاه ممكن جدا ومستطاع، أبدا ما بيفشل إنه يصلح حتى إنسان خربان. ده مش بيصلح وبس، لا، ده بيخلق كمان من جديد. أبدا ما بيزهق ولا يمل من ولاده مهما كانت حالتهم ميؤوس منها. إلهنا إله حنون، أب عطوف، وإيده دايما بتشفي وتداوي المجروح. يعني ما تخافش من شيء ولا تقلق، لأن أبوك يسوع هو الأب الطيب الحنين قوي، اللي لا يمكن يسيب قلبك حزين كده وموجوع. لابد يتدخل، لابد يفرحك وينهي حزنك ويعوضك كمان أضعاف أضعاف، لأنه هو الوحيد اللي عارف كل حاجة ومقدر كمان كل حاجة. هو الوحيد اللي عارف جوه قلبك ايه، حتى لو انت باين انك جامد قوي وقوي، هو عارف خبايا قلبك، عارف وجعك، عارف حزنك، عارف انهيارك من جواك، وعلشان كده هيبنيك من جديد، هيوقفك على رجليك، هيقومك من تاني وهيرفع راسك، هيبعت ليك طاقة نور، هيبعت ليك الدافع والأمل اللي يخليك تفرح وترجع أقوى من الأول، اللي يخليك تكمل في مشوارك وسكتك وانت فرحان ومطمن. ما تخافش، خليك دايما ماسك في ايد إلهك، اوعى تبعد عنه، خليك دايما واثق انه قادر جدا وما عندوش مستحيل، قادر على الموج العالي اللي بيضرب حياتك من أمواج المشاكل والضيقات، من أمواج التجارب والمحن، هو قادر عليها كلها. ده الريح والبحر يطيعانه، زي ما مكتوب في إنجيل مرقس عدد 4:41. المهم إن ربك مهما حصل مش هيسيب، مهما حصل مش هيتخلى عنك ولا هيغزلك، هيديلك سندة من عنده، هيعينك على كل التحديات الصعبة اللي بتقابلك، هيسهل كل طريق تمشي فيه، هيعديك فوق كل هضاب ومعوقات وجبال تقف قدامك، من جبال الهموم والأحزان والصراعات والمشاكل. هيرشد روحك المتعبة، هيرشدك لمكان الراحة اللي مفهوش أبدا ألم ولا وجع ولا توهان وقلق وحيرة. هيملى حياتك بركة وتعويض وفرح. اطمن،
ده إلهك أمين وعادل، بس ثق فيه واتكل عليه من قلبك، ما تتكلش على بشر. ده كل البشر عكاكيز متكسرة. اتكل على القدير، على القوي، اتكل عليه بجد وهو مش هيخذلك. على فكرة إلهك قريب منك قوي، مش بعيد عنك زي ما انت فاكر ومعتقد انه بعيد ولا تركك ونسيك. بالعكس، ده إلهك بيرتب كل حاجة لصالحك، وهيبهرك، هيبهرك بترتيباته المبهجة. اطمن لجمال تدابيره وسلم ليه طريقك، سيبها تيجي من ايده هو، وصدق ان كل حاجة هتكون اجمل بكتير من اللي في حساباتك. سيب إلهك يتصرف هو بطريقته، وانت مطمن وواثق فيه على الآخر إنه أمين وعادل. اوعى تخاف، اوعى تشك، سلم ليه الدفة وخليه هو يقود، لأنه هو الوحيد اللي معاه سلامك. ما تخافش، ده إلهك طيب قوي. ما تيجي من النهاردة تاخد قرار إنك تسلم يسوع كل حاجة، وجرب إنك تحكي معاه وتكلمه. روح له، قول له: ربي، أبويا ومخلصي يسوع المسيح، أنا تعبت بجد يا إلهي وما بقيتش قادر أعمل حاجة. أنا يا رب بقيت مش قادر حتى أكمل. أنا هسيب كل حاجة في إيديك، هسيب لك حياتي بكل اللي فيها، وإنت وحدك يا رب تدبرها حسب إرادتك يا إلهي ومشيئتك وحدك يا فدية. إنت عارف إيه اللي هيحصل لما تتكل عليه وتكلمه وتروح له. هتحس براحة، هتحس باختلاف في حياتك، هتحس بوجوده وبإيده اللي بتطمنك وبتطبطب على قلبك وعليك. هتسمع صوته الحنون وهو بيهمس في ودانك وبيقولك: ما تخافش يا ابني، أنا مش هسيبك، لأني ما سبتكش في كل اللي عدى، وكمان اللي جاي هيبقى مليان خير وأفراح. اطمن، اللي جاي فعلا استجابات. هيجي عليك الوقت اللي هتقول مع داود في المزمور 27: عليك اتكل قلبي فانتصرت. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم فرح وتعويض وبركة، بشفاعة أم النور أم مخلصنا، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء والقديسين وكل جيوش السمائيين، وأبو فام الجندي، وأمير الشهداء ماري جرجس الروماني، قناة البطل الروماني.